جالي كده فقُلت يالّا بينا نعمله حلقة يوتيوب، وأتكلّم مع الناس بدل ما أنا قاعدة باتكلّم مع نَفْسي يعني، ما أكيد كُلّنا بنمُر بشعور زي ده، تعالوا بقى نتعلّم إزاي نهزم شعور الخوف. أنا عملت حاجة أشربها قبل ما أبدأ علشان أبدأ كده وأنا مبسوطة، أنتم بقى اعملوا حاجة تشربوها عشان وأنتم بتسمعوني تبقوا مبسوطين، بس وانزل اعمل بقى subscribe للقناة عشان نكبر ونبدأ نشارك فيديوهات أكتر وأكتر. أنت عندك كَم كبير جدًا من المعرفة والمهارة والهواية بس مش بتشاركها مع حد. بعدها تسأل نفسك إزاي أجيب شغل؟ إزاي أنا هالاقي شغل؟ إزاي أجيب عربية؟ إزاي أجيب أول عميل ليّا؟ سمعت حد قبل كده بيقول إن التسويف وراه خوف، يعني إحنا لمّا بنأجّل الحاجة إحنا بنأجّلها عشان إحنا خايفين، فعلًا إحنا خايفين، فده مجرّد أسلوب للمماطلة علشان أنت خايف تبدأ الحاجة دي. مثلًا لمّا تأجّل إنّك تعترف لبنت بحُبّك ليها أو تكلّمها أو يعني تطلبها للجواز علشان أنت خايف من رَد فعلها، خايف لا ترفض، خايف من شعور الرفض أو خايف من شعور الفشل، فإحنا خايفين من المواجهة وبنخبّي الخوف ده بالبُعد عن الحاجة اللي أنا عايز أعملها، فباعمل أي حاجة تعطّلني عن الحاجة دي عشان ما أبدأش فيها، عشان ما أواجههاش. في مرّة مثلًا أنا وأختي اتعاركنا أنا كنت باروح أقول لماما شُفتِ بنتِك عملت كذا، وهي تروح تقول لماما شُفتِ بنتِك عملت كذا، فماما زهقت، قالت أنا ما بقيتش عارفة مين فيكم اللي غلطان ومين فيكم اللي على حق ومين اللي بيكذب، روحي واجهيها. هي قالت لي الكلام ده ليّا أنا، قالت لي روحي واجهيها. قُلت لها أواجه! أنا خدت الكلمة كده بصدمة اللي هو أواجه! مش متعودة على المواجهة، أنا باروح أشتكي وخلاص، يعني خلاص يعني، فأواجه! وقفت كام ثانية كده وبعدين فكّرت قُلت طَب ما أواجه، هو مش أنا على حق، هو مش أنا مش باكذب، أنا خايفة من إيه؟ ما أواجه. في ثانيتها رُحت كلمتها قُلت لها: "هو أنتِ مش قُلتِ كذا، هو أنتِ مش عملتِ كذا؟" فهي قالت لي: "آه." قُلت إيه ده بالبساطة دي! أنا لمّا واجهتها هي افتكرت، هي كانت ناسية، هي افتكرت قالت آه، فراجعت نفسها خلاص الموضوع اتحل بجد بكل بساطة عشان أنا واجهتها، الموضوع اتحل، شكرًا، ما بقيناش نتخانق. إحنا لمّا بنيجي نكبت الخوف جوانا بيكبر، بيفضل يكبر، 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 ولمّا حاجة بتكبر زيادة عن اللزوم بتنفجر، الانفجار ده بيولد مشاكل أنت كنت في غنى عنها من البداية لو أنت بس واجهت. مثلًا خايف تبدأ شغل جديد، ابدأ ما تفكّرش، ما تدّيش دماغك فرصة إنها تفكّر إيه اللي ممكن يحصل لو فشلت. لإن أنت لو قعدت تفكّر، هتفكّر في الحاجة الوحشة بس، طب أنا ممكن يحصل لي كذا، أنا ممكن أخسر كذا، أنا ممكن، الخوف يكبر، 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 إيه اللي هيحصل؟ النتيجة إنّك هتأجّل الحاجة، طب لمّا أجهز، طب لمّا أجيب كذا، طب لمّا أعمل كذا، فما بتبدأش، يفضل بقى إن أنت بتماطل والتسويف وكده، ما بتبدأش، النتيجة إنّك بتفضل مكانك والفشل بيتمكّن منّك. ربنا مش هيزرع حاجة أو فكرة في دماغك إلا لو هو عايزك تواجهها لإن فيها رزقك، فيها خير ليك، سبحان الله يقفّل لك بيبان أنت بتطلبها ويا رب أنا عايز كذا، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا، ومش بيجيب لك الحاجة دي خالص ويقفّلها في وشّك بطريقة غير طبيعية، تحس إن مثلًا حد عامل لك سحر والّا حاجة. طيب وبعدين بيدّيك باب تاني، بيفتح لك باب تاني، حاجة جات في دماغك تعملها، بس أنت مش راضي تعملها، مش راضي تبدأ فيها عشان خايف، خايف تواجه الباب ده، خايف تفتحه، لإن أنت مش عارف وراه إيه، فالخوف بيمنعك إنك تفتح الباب، هتفضل واقف في مكانك. تخيّل حياتك كده بعد مثلًا كام سنة وأنت ما عملتش أي حاجة، ما واجهتش الخوف ده، إيه اللي هيحصل؟ هتفضل في مكانك، يعني هتفضل فاشل، ما بتعملش أي حاجة. طيب لو أنا واجهت الخوف، هاخاف شهر، هاخاف شهرين، هاخاف 3، بعد كده أنا هافضل أشتغل وشعور الخوف ده هيختفي وهاكون بدأت في الحاجة ونجحت فيها. قاوم اللي جواك وكل ما فرصة تيجي لك قُم لها، افتح لها الباب، ما تقولش يا عالم الباب ده وراه إيه، في 100 حاجة أنت عارف إن المفروض تعملها وتمشي فيها عشان تطوّر من نفسك ومن شغلك، بس المقاومة والروتين والعادات بتشدّك لورا، عاملة زي الجاذبية كده تشدّك لورا عشان ما تبدأش في الحاجة. أنت بتأذي نفسك عشان مستخبي جوّه أوضتك. اطلع قابل ناس، غيّر عتبتك هتلاقي رزقك.
اكتشف إن الموضوع بجد كلّه كان نَفْسي، كان شعور بجد مزيف جواك. سيدنا علي عليه السلام قال: "إذا خُفت شيئًا فاقتحمه." الحاجة اللي خايف منها ما فيش أحسن منها، فبإيدك تختار بقى، يا تهزم شعور الخوف، يا تدّي له فرصة إن هو يهزمك. بس شارك الفيديو ده بقى مع حد مثلًا أنت شايف إن هو خايف، شايف إن عنده أفكار وحاجات كويسة كتيرة جدًا إن هو يعملها بس ما بيعملهاش بسبب الخوف، أو حتى شاركه مع نفسك، اعمل له save علشان لو أنت عايز تعمل حاجة وخايف تبدأ في الحاجة دي، ارجع للفيديو فكّر نفسك بالكلام ده كويس جدًا علشان تبدأ في الحاجة من غير تفكير.